عشان تعرف بقى الاعلام بتاعنا في مصر، الاعلام بتاعنا والكابتن محمود كهربا ومدى الجنان والهطل اللي احنا عايشين فيه. ده خبر للكابتن محمود كهربا، وهو بيقول لك انا صعب ارجع العب في نادي الزمالك. كهربا ده عليه قضايا نفقه، وعليه قضايا طلاق، ومش لاقي ياكل، وهيطرد من بيتهم، مش لاقي يدفع ايجار، هو مش لاقي يدفع ايجار. والكبيره ان هو من غير نادي، ما عندوش نادي، مفيش نادي. كهربا بلا نادي، مطرود من الكويت واتحبس، وهناك كانوا مكلبشين وايد ورجل في بعض وبتاع ومش عارف ايه. فطبعا كابتن سيف زاهر المجنون الحراق المشطشط اللي فاهم، يقول لكهربا يا عم كهربا ينفع ترجع تلعب في مصر لاي نادي؟ لو الاهلي مش عايزك ينفع تلعب في الزمالك؟ فكهربا بيقول له الزمالك؟ الزمالك يا كابتن، انا ما ينفعش العب في الزمالك. ليه يا عم كهربا؟ عشان انت عارف يا كابتن الحاجات زمالك ايه يالا؟ زمالك ايه يالا؟ انت ما ينفعش تلعب في ديروت يالا. يالا انت، يالا انت فاش تيجي تلعب معانا خماسي. انت فاش يعني انا لو انا رايح العب خماسي مش هاخدك. تقول لي اصل انا من الصعب ان انا العب لفريق الزمالك. زمالك؟ زمالك يالا انت كنت محبوس في الكويت، يا رحت لعبت في القادسيه حبسوك ربطوك ايد ورجل وكانوا رامينك في الحبس. تقول لي اصل انا ما العبش في الزمالك؟ اصل انا ما العبش، ما اقدرش العب في الزمالك. ولو بيراميدز مش يالا انت معفن. انت مجنون، انت اصلا مريض نفسي. انت اساسا انسان مريض نفسي، تقول لي العب ما العبش في الزمالك؟ يالا احنا لملمنا لعيبه بص، لعب عندنا جميع اللعيبه الضايعه اللي في الدنيا، لكن اللي زيك انت بوضعه ده يلعب يالا انت ما تشتغلش يالا تلم كور. انت مجنون اصلا، انت شخص مجنون. انت روح يا ابني، انت بص عشان انت شخص مختل، خد بعضك وروح اعرض نفسك على نادي السنبلاوين. انت ما ينفعكش الا السنبلاوين، واعتقد مش هيقبلوك. يا عم روح، الله يهديك، سلام.